هل ممكن لو انا ما عنديش ارض اربي غنم؟ طب هل الغنم ديت لازم تاكل علف عشان خاطر تنتج معايا وتشتغل معايا؟ دي كلها حاجات ناس بتسألها وناس بترن عليا وبترن على غيري، ودايما الواحد بيتابعها ويلاقيها في التعليقات. اللي عايز يبدأ مشروع غنم وما عندوش ارض او ما عندوش كذا، طب هل انا لازم ابدأ تسمين لو انا ما عنديش ارض؟ النهارده هنتكلم عن موضوع مهم. هنتكلم عن موضوع يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده. شايفين ايه ده؟ هنتكلم النهاردة عن اللي بيشيلك وقت القحط. اظن الناس المفروض تبقى عارفة ايه ده سلاش. ان شاء الله هنتكلم عنه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما تنساش تصلي على حبيبك النبي قبل ما نبدأ، وما تنساش تشترك في القناة لو احنا بنقدم لك اي معلومة تفيدك او اي حاجة تفيدك، وما تنساش تدعمنا بلايك. هل انا ممكن اربي شوية غنم زي اللي قدام مني دول من غير ما اوكلهم علف ومن غير ما اوكلهم حاجة؟ طبعا يا جماعة الغنم زي ما اتكلمنا في فيديوهات قبل كده قلنا بتحب الرعي وبتحب المرعى. طيب انا السلاك دلوقتي انا هتعامل معاه ازاي، او انا هقدمه للخرفان ازاي، او انا هقدمه للنعاج؟ يعني زي ما انتوا شايفين ما شاء الله دي نعاج بدارة، في خرفان، في نعاج عشر، يعني في ايه، في جميع الفئات، في نعاج والدة، في جميع الفئات ان شاء الله. طبعا زي ما انتوا شايفين يا جماعة كده، تابعوا معايا اهو. شايفين ما شاء الله. طبعا الغنم اهي، الغنم بتاكل في السلاج محطوطة اهيت ما شاء الله، الغنم كلها لما عليه. طب هل في احتياطات او في حاجات انا لازم اخدها قبل ما احط السلاج ده للغنم بتاعتي؟ طبعا يا جماعة في حاجات لازم اخد بالي منها. الاول السلاج ده انا هوفره حضرتك. هو دلوقتي احنا في موسم الذرة، فحضرتك هو هتلاقيه رخيص، مش رخيص اللي هو ما مش بفلوس، بفلوس، بس ده طبعا الحاجة في الموسم بتاعها كلنا عارفين اللي هي بتبقى حنينة شوية. طيب طبعا يا جماعة السلاج ده لازم يتكمر بطريقة، يعني بطريقة صحيحة. ما ينفعش اللي انا اجيبه وياخد مني هوا او ياخد مني حاجة واقدمه للخرفان او للغنم بتاعتي، عشان خاطر بدل ما هيفيدني ده هيضرني ويبوظ لي معدة الغنم بتاعتي ويدخلني في مشاكل هضم ويدخلني في حاجات انا في غنى عنها. فطبعا طريقة كمر السلاج ممكن نبقى نتكلم عليها في فيديو لوحده ان شاء الله واحنا بنكمره عملي، لكن احنا النهاردة هنتكلم عن ازاي تقدمه للغنم، او النعجة ممكن تاكل منك كام كيلو، او الخروف ممكن ياكل منك كام كيلو. وهقول لك برضو ايه، هقول لك تجربتي في الاخر توكله ايه، توكل معاه ايه وكده. قلنا يا جماعة السلاك ده النعجة ممكن تاكل، لازم تبدأ معاه تدريجي. النعجة هتبدأ معاها بكيلو، النعجة الواحدة تبدأ معاها بكيلو. ما ينفعش تحطه مرة واحدة لو انت ما اكلتش سلاج قبل كده، عشان خاطر ما يحصلش معايا حاجات في الكرش، في كرش النعجة وفي بطن النعجة، ودخلني في مشاكل وفي اسهالات وفي تلبكات وفي حاجات انا في غنى عنها. فطبعا انا دولت زي ما انتوا شايفين اهمت ما شاء الله القطيع كله انا لسه موكله سلاج من حوالي اسبوع، طبعا بجانب الدريس الحجازي. السلاج يا جماعة زي ما انتوا شايفين تاني اهوت، ولا فيه سواد ولا فيه عفونة ولا فيه اي حاجة. لازم احافظ على السلاج بتاعي ويكون متخمر كويس. متخمر ازاي؟ عشان يتخمر في كرش الحيوان. طبعا السلاج ده وانا بكمره بحط عليه ملح، برش عليه ملح. طب ايه فايدة الملح؟ الملح طبعا لما انا برشه على السلاج وبقلبه في السلاج واللودر بيظبطه، طبعا عشان خاطر النعجة معايا تشرب مية ويفتح كرش النعجة او العجل سواء انا هوكله لايه. طب هل السلاك ده هيسمن لي النعجة؟ هو مش هيسمن لك النعجة بس، هو هيحافظ معاك على هيكل النعجة. النعجة هتبقى معاك ده فيه طاقة عالية وفيه كربوهيدرات عالية، يعني هو حاجة خضرة بس احنا مجففين حاجة خضرة بس حافظة القيمة الغذائية بتاعتها، مش ايه مش حافظينها كده وخلاص او مجففينها كده وخلاص. ففي فوائد، طبعا في فوائد كتير بجانب اللي حضرتك هتدرسه بالدورة بتاعك. ليه؟ عشان خاطر الكربوهيدرات العاليه اللي فيه والطاقه العاليه اللي فيه. انت حضرتك او حضرتي او اي حد، انا مش عايز النعجه بتاعتي تسمن للدرجه اللي بالك فيه. ليه؟ عشان خاطر النعجه لو سمنت مني طبعا هتليس ومش هتعشر وكده، يبقى هتبقى اتجهت لموضوع اللحم. لكن زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله النعجه اهي، دي نعجه برضو بدريه عشره هي،
النعجة تكون ايه ماسكة نفسها، يعني برضو النعجة ما تكونش معضمة وما تكونش سمينة زيادة عن اللزوم يا جماعة، عشان خاطر التسمين والحاجات دي. طيب السلاج اهوت قلنا يا جماعة زي ما انتوا شايفين اهوت ما شاء الله، يعني انا لسه مفضلهم شوية من ما كملش 10 دقايق، ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كنسوه. فهو مستساغ للغنم، والغنم بتحب ايه، بتحب تشوف طبعا زي ما انتوا شايفين اهوت الغنم ملموم عليه اهو. يا ريت يكون واضح بس في الكاميرا اهو، ما شاء الله شايفين الغنم طبعا ملموم عليها اهوت ومفيش اي مشكلة. فهو فوائده بالنسبة للغنم ممكن، بص انت حضرتك ما توكلش معاه علف خالص، انت حضرتك هتوكل السلاج، بس في حاجة مهمة لازم تعرفها. طيب انت تجربتك ايه يا عم اسلام، او انت بتوكل ايه او بتعمل ازاي؟ انا بوكل السلاج اهوت، بس لازم تحط معاه مادة مالئة. مادة مالئة زي ايه؟ مادة مالئة زي الدريس الحجازي، مادة مالئة زي تبن الفاصوليا، مادة مالئة زي قشر الفحول. طب هل انا محتاج ده عشان خاطر انا بوكل السلاج؟ محتاج الحاجات ديت؟ طبعا الحاجات ديت هتساعد معايا على الهضم، لان السلاج ممكن يحصل في كرش النعجة، ممكن طبعا هو بيرفع الحموضة وبيرفع الحاجات دي كلها لوحده، فانا ما ينفعش اوكله لوحده. دي حاجة برضو لازم تاخد بالك منها، لازم السلاج تحط معاه حاجة تساعد في الهضم، تخلي النعجة تهضم الحاجة ديت بسرعة، وان شاء الله هتشوفوا نتائج. يعني انا اسبوع واحد زي ما اقول لكم دي تجربتي اهو، اسبوع واحد والغنم ما شاء الله حولت معايا، مع ان انا بوكل دريس حجاز، يعني انا كنت بوكل برسيم حجاز بس انا بوكله اخضر مش ناشف زي ما انتم شايفين، يمكن يكون في منه بواقي في الارض اهي. فطبعا الغنم في خلال الاسبوع ده ما شاء الله عليها فرقت معايا خالص، في خلال الاسبوع، اسبوع واحد انا وكلت فيه سلاج. وحتى النعاج الصغيرة والنعاج الكبيرة وكل ده بقى يشرب معايا مية بسبب السلاج، لأنه بحب المية وبحب ده وبحب ده. فدي حاجات حضرتك توفرها. وبعدين السلاج برضو ميزته ايه؟ ميزته اللي هو بيجيلي في وقت القحط. وقت القحط ازاي؟ وقت القحط انا مثلا، هو دلوقتي الموسم بتاعه كمان شهرين 3 الذرة هيخلص وخلاص كده بقى، ممكن ما نلاقيش حاجة بعد موسم البرسيم ما يخلص، ما نلاقيش حاجة، اللي هو وقت الجوع زي ايه، زي ما بنقول الجماعة الفلاحين اللي بيسمعوني عارفين يعني ايه وقت الجوع، اللي هو ما فيهوش حاجة خضرة. فده طبعا بينفعني وبينقذني وقت اللي ايه، اللي هو ما فيش اكل، وبينقذني بالنسبة لايه، بينقذني بالنسبة اللي انا ما اشتريش اعلاف. ما هو انا عشان اوكل النعجة النهاردة تاكل مثلا 2 كيلو علف ولا حاجة في اليوم، ال2 كيلو علف ب35 جنيه ولا ب40 جنيه، يبقى انا دخلت نفسي في ايه، دخلت نفسي اللي النعجة هتيجي انا كده مش هاخد من وراها مكسب. لو انا هوكل علف بجانب بقى التبن بجانب البرسيم بجانب مصاريف فكلها، يبقى انا كده مش هاخد منها حاجة. النعجة يا جماعة لازم تاكل بأقل الإمكانيات. طب هل هو السلاج رخيص؟ طبعا السلاج مش رخيص، بس انت لو بتتكلم في الطن، يعني الطن النهاردة مثلا لو هو على أرضه ب1600 ولا 1700 ولا 1500 حسب الذرة اللي موجود عندك، وحط له كمان أنفار ودنيته، يعني لو وقف عليك ب2000 جنيه الطن هيكفيك مدة، يعني الطن مش شوية صغيرين برضه، الطن هيفرق معاك في مدة. فحضرتك لو عندك غنم، بالنسبة للناس اللي كلمتني وسألتني عن السلاج زي ما قلت لكم زي ما وريتكم، شايفين يا جماعة ما شاء الله اهو، الأرضية ديت كانت مليانة على آخرها ما شاء الله اهو، ما عادش فيها أي حاجة خالص ما شاء الله. ده خروف اهوت، مش نعجة عشر ولا حاجة، بس هو تحسه عشر كده ما شاء الله عليه. زي ما انتوا شايفين هم طبعا هم كلوا واتعشوا واتظبطوا، والكمية دي كلها ايه يعني ما شاء الله حوالي 40 نعجة اللي انا حطيتها لهم شكارة. شكارة هنقول الشكارة مثلا 25 كيلو لانها شكارة مش كبير، من 25 ل 30 كيلو، يعني كل نعجة ما كلتش كيلو، كل نعجة بالخرفان بالصغيرة بكله كل حاجة كلت لها حوالي ايه، حوالي كيلو الا ربع لو احنا حسبناها بالورقة والقلم. فطبعا يا جماعة قلنا السلاج مهم. والمكان بقى زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله عليه، المكان طبعا الغنم بتحب المكان الواسع كده، دي ساحة هي الغنم بتسرح فيها، ودي طبعا الشمس انا مش عايز بس اجيب الشمس، ودي برضو بتسرح فيها زي ما انتوا شايفين. ودي الأوضة بقى اللي هي ايه، دي اوضتين هما متظبطين بيخشوا يناموا فيه، هما بياكلوا ويشربوا وايه ويروقوا مع حالهم كده ويخشوا مع نفسهم كده، لما ايه لما يلاقوا نفسهم شبعانين جعانين يطلعوا بره هنا ويفضلوا يفتحوا الصويت. فطبعا ايه حاول ما تسيبش غنمك جعانه بقدر الامكان، عشان خاطر طول ما هم شبعانين طول ما هم هيكبروا طول ما هم هيحولوا معاك
وربنا يرضيك منه. فديت كانت معلومة بسيطة عن السلاج وفوائد السلاج، وازاي تقدمه للغنم، وازاي تحطه للغنم، والنعجة تاكل كام كيلو معاك، او الخروف ياكل كام كيلو معاك. ديت كانت حاجات بسيطة للناس اللي عايزة تبتدي. ما تنساش تصلي على حبيبك النبي في اخر الفيديو، وتشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.